المتعة رجعت من تاني، الأهلي رجع من تاني. الأهلي القوي اللي بيقدم كورة وحلوة وممتعة شفناه امبارح في ماتش وادي دجلة، كنا منتظرين حاجة زي كده. النهاردة هنتكلم على المتعة دي، وهنتكلم ايه أسباب التدرج والتصاعد في مستوى الأهلي اللي طالع وسهمه طالع لفوق. هنتكلم النهاردة كمان على تصريحات والد أشرف داري اللي بشكل كبير هنقول له باي باي، وكيموش المهاجم الأنجولي البرتغالي اللي قرب جدا من النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع وائل الإمام. بكل بساطة كنا مستنيين ماتش زي وادي دجلة، وشكل ماتش زي وادي دجلة كنا مستنيين ان احنا نشوف الاهلي بشكل يمتعنا. كنا محتاجين، كنا مشتاقين لحاجة زي كده، كنا عايزين نطمن الفريق بكل معنى الكلمة اللي عنده ذاكرة كويسة كده وقدر يرجع للخلف قليلا وتسترجع معايا المباريات، هتلاقي ان الاهلي واقف عند النقطة دي. الاهلي كان واقف عند النقطة دي بالفعل في المباريات بتاعة كاس السوبر مع الزمالك وسيراميكا، وكان مع بطولة افريقيا بعد ما فزت على شبيبة القبائل 4، ورحت عملت ماتش حلو جدا في المغرب هناك في ماتش السكينة المعجون المشهور، وعملت ماتش كويس وقدرت تطلع من الحرب دي بنقطة. فالاهلي كان واقف على النقطة دي، كنا مستنيين نرجع النقطة دي بسرعة، ورجعنا فيها بأسرع وقت ممكن. امبارح الاهلي بيعمل ماتش خرافي ممتع، تحس ان الفريق واقف على رجليه، وتحس ان دي البداية. ودي نقطة مهمة قوي، اوعى تفتكر اللي انت شفته ده الطب بتاع لا 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 لا، الاهلي لسه فاضل له، الاهلي لسه فاضل له كتير، وهنتفرج مع بعض. وخليك فاكر، انا متأكد مليون في المية ان دي البداية. الاهلي مع كمان الصفقات الجديدة هتشوف شكل مختلف تماما وافضل من كده بكتير. ومش عارف ليه اطمنت ان الاهلي ممكن السنة دي بإذن الله يجيب لنا بطولة أفريقيا، وبإذن واحد أحد يجيب لنا الدوري. كل ده من ماتش واحد، هقول لك ليه من ماتش واحد مع بعض السلبيات الخفيفة اللي ممكن نتكلم فيها. لما تشوف ان انت بتلاعب فريق رقم 4 في الدوري، التوب فور، فريق وادي دجلة، فريق حتى ارقامه من خلال الدوري هي ارقام قريبة جدا من الفرق اللي في اول الدوري، وهو فريق من المتقدمين. الفريق ده ما قدرش يعمل حاجة. انت فريقك واخد نسق وقوة بدنية غير طبيعية في الاهلي، بالضغط المستمر، استخلاص الكرة بشكل سريع جدا لما بتحب او تبقى عاوز، اللعب بشكل واضح جدا تكتيكيا من خلال التمرير ما بين الخطوط، عشان تقدر تعمل بيلد اب ممتاز بالهجمه او تلعب على التحولات بعد ما تسجل هدف. الكلام ده شكل ثابت للاهلي مع يسترب من ساعه ما جه. ما تشوف الهدف الاول وديانج اللي مصر عليه، واللي بالمناسبه يسترب اجتمع مع ابو مع وكيل ديانج وديانج، واكد لهم انه لا غنى عنه وانت مش ماشي، وديانج خلاص مكمل. وعلى فكرة مين يعرف، ممكن تلاقي ديانج في يوم من الأيام اللي جاية موقع للأهلي عادي جدا، لأن حس إن المدرب شايف إنه مستقبل الفريق معاه. ولو بصيت على عدد الكور اللي قدر ديانج يستخلصها ويقطعها، إذا كان في نص ملعب الخصم أو في نص ملعبنا، هتلاقيها عدد مهم جدا، ومشارك بشكل كبير جدا في بناء هجمات الأهلي خصوصا المرتدة والتحولات. الهدف الاول ديانج بيعمل تمريره في منتهى العظمه لزيزو، اللي عمل حاجه ودايما كنا بنتمناها، انه يعمل الاوفر من مره واحده بوم. الاوفر من مره واحده ده دايما بيعمل اللخبطه لاي مدافع، وده اللي خلى هشام محمد يتلخبط، فالكوره تروح عند تريزيجيه رايق قوي، واللي بدل ما يحط على طول يروح باعتهم كده وجايبهم هنا، وبعدين يروح حاطط الجون فاضي. تريزيجيه اللي مستواه او مساهماته في التسجيل في مباريات الاهلي كبرت جدا، وبسم الله ما شاء الله نمسك الخشب وتاتش وود يا تريزيجيه، باذن الله تستمر بالشكل ده. واتوقع ان تريزيجيه بالشكل اللي هو ماشي بيه والنسق اللي ماشي بيه هيبقى هداف الدوري وهداف النادي الاهلي السنه دي. يروح الكرة التانية على طول، امام عاشور المتألق يخش من وسط منطقة جزاء الخصم، ويقطع الكرة ويقطع قبل المدافع، فيخبطوا المدافع وضربة جزاء واضحة، فيخش زيزو يسجل الهدف التاني اللي فرحه قوي، لانه رجع تاني زيزو وكان محتاج الهدف ده، وعشان كده هتلاقيه فرحته كبيرة جدا. الاهلي يخش الشوط التاني بشكل
قوي وبشكل فيه نوع من انواع الهدوء والروقان، ويستنى وادي دجله فيخطف ويروح لكوره طويله لامام عاشور العظيم، اللي بيستلم كوره ويعمل عرضيه لمروان عثمان اللي عندنا كلام كبير عليه النهارده، ويحط مروان عثمان هدف ولا اروع في براسه في شباك وادي دجله، ويبقى الهدف الثالث. وبعد كده يسرب بيعمل التغييرات اللي بتاعه الروتيشن واللي فيها نوع من انواع الراحه لبعض اللاعبين عشان المباريات اللي جايه في تنزانيا. مروان عثمان الاهلي لازم يجدد له، الاهلي مش لازم يجدد له، اسف، الاهلي لازم يتعاقد مع مروان عثمان وبسرعه خياليه. مروان عثمان لاعب مهاجم مصري، مصري، ركز في الحته دي، مفيش زيه في مصر. هتروح تجيب لي بتاع البنك ابو 100 مليون؟ ده مفيش زيه في مصر. لعيب متحرك، لعيب عنده شغف وقوه غير طبيعيه، حابب انه يعمل حاجه، بيتحرك بشكل ممتاز جدا، بيساعد زمايله. وامبارح لو ما فيش بعض الانانيه بين قوسين من امام عاشور او زيزو، كان مروان عثمان بقى هاتريك امبارح على الاقل، هاتريك على الاقل في كذا انفراد ليه. اذا كانت الكره اللي كان المفروض زيزو يعرضها له، او الكره اللي كان امام عاشور يديها له انفراد من نص الملعب او من قلب منطقه الجزاء. فمروان عثمان اثبت بكل معنى القوه انه مهاجم مصري تقيل وصغير في السن. يا جماعه هو لازم الاهلي يلحق يخلص صفقة مروان عثمان بأسرع وقت ممكن. انت كده كده لازم يبقى عندك واحد مصري، ما عندكش افضل منه محليا، فاخلص يا ريس وانجز، انجز علشان يعني فكرة ان مروان عثمان يطير منك هتبقى فكرة صادمة جدا بالنسبة لي. امام عاشور نفس الكلام، احنا محتاجين لانه لاعب طينة تانية بشكل مختلف تماما. وانا شايف ان الملفات دي بعد الصفقات اللي بيجيبها الاهلي دلوقتي هي الاهم، ان انت تحافظ على بعض اللاعبين وتاكد وجود بعض اللاعبين زي مروان عثمان. زيزو بدا يرجع امبارح في فورمته وبدا يتحسن وخد منه في ماتش. تريزيجيه ماشي بالشكل المظبوط. فانت اما تشوف الكلام اللي انا قلته لك اول الفيديو، وبقول لك ان انا متفائل جدا لان الفرقه بتطلع، اللعيبه بتعلى، رتم اللعيبه بيعلى، مستوى الفني الفردي والجماعي للفريق بيعلى. مش عاوزنا نطمن ليه؟ ليه مش عاوزنا نطمن؟ ده نطمن واطمن واطمن. اللعيبه اللي في النادي الاهلي الحاليه هي الافضل، الافضل، وان احنا محتاجين اللعيبه دي انها نقدر نحافظ عليها مع اللعيبه الجديده. خليني اقول لك على ان يستروب خرج من الماتش واكد على بعض التصريحات المهمه، وقال ان احنا عندنا لسه في اداء افضل من كده، وقال ان الشناوي وشوبير انا اتفقت معاهم ان كل واحد هيلعب ماتش وماتش وبعدين نحكم. فاذا هما الاثنين عملوا ماتشين حلوين، فاحنا يعني لسه مستمرين في الشكل ده تقريبا شويه، لان انا معترض على حته الروتيشن في حراسه المرمى. اكد كمان ان لما حد ساله على المهاجم قال له ان الكلام ده ماليش علاقه بيه، وده حاجه ممتازه جدا من المدير الفني. فاحنا عندنا كمان مدير فني عاقل وراسي قوي، وده مريحني كمان نفسيا. اشرف داري والده طلع امبارح وقال ان احنا بنحب النادي الاهلي وبنحب جمهوره، وقررنا ان احنا نخرج بشكل يليق بينا عن طريق الاعاره، لان طبعا تردد ان وهم نفسهم طلعوا تصريحات ان ممكن تحصل يعني مشاكل لو ما خدناش فلوسنا. فواضح ان الاهلي هيطلع اشرف داري اعاره، ومن خلال الاعاره دي هيديله مرتب جزئي على حسب النادي بتاعه الجديد اللي هياخد. وده اللي واضح ان الاهلي هيعمله مع اشرف داري الفتره الجايه الى ان ياتي الصيف، وساعتها هيحلها الف حلال، بس نكون عرفنا راسنا من رجلينا. فنروح على طول على كيموش، المهاجم الانجولي البرتغالي اللي بنسبة 99.9% هيكون متواجد في النادي الأهلي خلال ال 48 ساعة الجايين عشان يتقدم لجمهور النادي الأهلي. مهاجم 187 سنتي، بيقدر يسجل أهداف براسه وبرجله الشمال وبرجله اليمين، بيلعب ضربات ثابتة وضربات جزاء. مهاجم كويس جدا وعنده سرعات، بإذن الله يكون خير عوض لوسام ابو علي. المهاجم انت محتاجه لانك مش هتقدر تلعب وتخش من غير مهاجم اجنبي قوي، وخصوصا ان جراديشار خلاص بالمناسبه اللي ما لعبش امبارح اتقرا فتحته رسميا، وزمانه دلوقتي بيحضر شنطه عشان يركب الطياره على المجر.
فكرة ان احنا نفضل ان احنا نلعب من غير مهاجم اجنبي قوي، دي كانت فكرة مؤذية جدا نفسيا لجماهير النادي الاهلي. وانت داخل على دوري ابطال افريقيا، وانت داخل على دوري لازم تحسبه، وخدوا بالكم الدوري هيبقى صعب جدا مع بيراميدز السنة دي، وسيراميكا اللي ماشي بمعدل رهيب. تخيلوا دخل فيه 6 اهداف بس سيراميكا يا جماعة من اول الدوري. فانت لازم تكون واقف على رجلك بشكل قوي جدا خلال الفترة الجاية. المهاجم كانت اخر خطوة مهمة تقدر تعملها إدارة الأهلي عشان تقول إنها بتعمل ميركاتو شتوي خيالي. بتقدر تجيب 2 مساكين، تجيب بديل لمحمد هاني الباك اليمين، وتجيب يوسف بالعامل الباك الشمال اللي هيخش القايمة ممكن جدا الماتش الجاي، وتجيب مهاجم أجنبي، وفي كمان كلام على لاعب تحت السن ممكن يبقى موجود. فإذا أنت عاوز إيه أكتر من كده بالعقل والمنطق؟ ايه اللي انت محتاجه اكتر من كده عشان تقدر تعمل او تظبط دكة الفريق وتظبط كمان لعيبة اساسية في الفريق؟ لان كمان هادي رياض وقع على الاهلي، موقع مع الاهلي رسميا، وهو ليه قصة لما تسمعها من صديقنا احمد عبد الله، حتى كتبها على الفيسبوك واكس، تقدر تروح تقراها. قصة جميلة جدا، يقول لك قد ايه الاهلي ده ضحى، اللاعب ده ضحى عشان يبقى موجود في الاهلي، وقعد مستني الاهلي سنة ورافض كل حاجة. ان شاء الله الوضع اللي فيه الاهلي الحالي ياكد لنا باذن الله ان احنا ماشيين في الطريق السليم. ان شاء الله الاهلي هيعمل موسم جميل ان شاء الله، قولوا امين. الاهلي بطل الدوري ودوري ابطال افريقيا. اذا عجبتك الحلقه لايك وسبسكرايب ما تنساش. بشكركم جدا على المتابعه. سلام.